عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو عن تنظيف الريسبشن بتاعي. الريسبشن بتاعي دوت يعني الموجود يعني في وش المدخل بتاع الشقة. تمام، ان شاء الله النهاردة هننضفه مع بعض. النهاردة يوم جمعة طبعا، اليوم الجميل، ربنا يجعله ربنا يجعله على المسلمين كله جمعة خير يا رب، ودعواتكم مستجابة فيه إن شاء الله. أنا قمت النهاردة الصبح بدري وقلت أروق الريسبشن بتاعي، لأني امبارح كنا سهرانين فيه والخميس وكده، فما روقتهوش ونمت. فقلت بقى أول ما أصحى أظبطه كده على طول إن شاء الله. بس قبل ما ابتدي التعاون هقول ان شاء الله، قبل ما ابتدي الفيديو هقول الفيديو النهارده هيكون تعاون مع قناة انتي انثى مع وصفات سارة. صاحبة القناة سارة قناة جميلة جدا جدا، بحبها قوي، بحب اسمع لكلامها وبحب شخصيتها جدا جدا. والواحد يحس كده اللي هي إنسانة متفتحة ومتطلعة على اللي بيحصل حواليها في المجتمع بتاعها. يلا مع بعض كده إن شاء الله هنبتدي الفيديو دوت. مكان يا بنات السفرة بتاعتي، انا قبل كده صورت لكم، كان الليفينج هنا، كانت حجرة اللي احنا بنقعد فيها كانت هنا في المكان دوت. فانا طبعا بما اني بعمل دايما بيات شتوي في الشتاء فبغير على طول، يعني بنزل الانتريه هنا تحت في وسط الريسبشن عشان يبقى الدنيا دفى شوية، وبحاول ابعد عن البلكونات او الشبابيك الموجودة عندي لان الجو بيبقى برد جدا جدا عندنا. اول حاجه انا طبعا شلت المفارش وشلت المشايات الصغيره اللي انا بحطها وكده، قلت عشان انجز. اول حاجه هعمل ايه؟ هنشوف مع بعض هنعمل ايه. كل سنه وانتم طيبين، برضو النهارده اول جمعه في السنه جديده، ربنا يجعلها سنه سعيده على الكل وسنه جميله وتكون سنه خير على كل الناس اجمعين. اول حاجه انا بجيبها بحضر حاجتي اللي انا هستعملها في التنظيف، وهو انا طبعا بستعمل بليدج في تنظيف الخشب، وبستعمل منظف عادي لتنظيف الازاز بتاعي. خلاص. طيب انا هنا المشكله اللي انا عندي يا بنات حاجات كتير قوي، يعني هو ده صراحه اللي بيتعبني في تنظيف البيت بتاعي، ان في حاجات كتير كده بتبقى محتاجه لتلميع. بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجات كتير بتبقى محتاجه لتلميع، سواء اساس، سواء ديكورات، سواء تحف، سواء انتيكات. ده كله بيتعبني جدا صراحة وبيعملي مجهود كبير وانا بنضف. انا قبل كده عرفتكم فكرة الشراب. بتجيبي شراب زي كده نفس الخامة ديت او قطن حسب اللي عندك، بس الخامة دي جميلة قوي في اللي انت تنضفي بيها. ده حلو قوي. انا مخليه الفردتين صراحة للتنظيف، واحدة ما بقتش نضيفة بستعمل التانية. دلوقتي هبتدي انضف كل الموبيليا بتاعتي. ازاي؟ انا قبل كده تقريبا في فيديو نزلته لكم ووريتكم اللي انا ممكن انضف الاخشاب بتاعتي ازاي. خلاص، بس نعمله تاني للي ما شافش الفيديو برضو. بجيب البليدج كده وارش بيه الكراسي بتاعتي والسفرة بتاعتي كلها، والمع فيه بالشراب دوت. وقلت فكرة الشراب بسبب اللي هي بتخليني اوصل لاماكن من الصعب اعرف اوصل لها حتى لو بديت. خلاص. بنضف بقى كل الكراسي بتاعتي. ده تنظيف اسبوعي، يعني تنظيف الموبيليا والحاجات دي طبعا ما بيبقاش كل يوم، يعني هجيب صحة منين؟ الحمد لله. بس تنظيف الموبيليا بالاخص والحاجات دي يعني ساعات بعملها كل اسبوع، او لو لقيت الدنيا متطربه قوي لا دايما طبعا بالريشه والحاجات دي وابقى ايدي فيها باستمرار. هنضف كل الكراسي بتاعتي عشان الفيديو ما يطولش ونشوف هنعمل ايه. كده يا حبايب قلبي انا نضفت كل الكراسي بتاعتي ولمعتها كويس قوي. وفي بيبقى فيه قعدات تبقى تحت السفرة كده اهو، هحاول اجيبها لكم اهيت. القعدات ديت
احاول انضفها كويس. خلاص الكراسي بتاعتي كلها بيبقى فيه رجلين اللي هي ديت، خليها زي الفل برضو، انضفها كويس. طيب انا عايزه اخلص السفره كلها عشان اشوف حاجه تانية. ببخ طبعا من التنظيف ده او جلانس اي شيء. خلاص واجيب الفوطه بتاعتي ولما كده اهو. لو في اي بقع اي حاجه على الترابيزه بتاعتي بالليفه والصابون وشويه خل ادعكها تبقى زي الفل. تمام. انا اسفه ان انا مش بعرف انضف وانا بصور عشان الفيديو ما يبص مني وقاعده اشيل واحط وكده، ف بحاول اعرفكم الفكره وبعدين انا بكمل. هنضف ترابيزتي بقى كلها وارشرشها ونضفها خليها زي الفل. انا كده نضفت الازاز بتاعي وخليته زي الفل بيبرق اهوت. طبعا ده مش المفرش اللي انا بسيبه اساسي، ده المفرش اقول لكم الفكره اللي انا عاملاها ويا رب تفيدكم بشيء. يعني المفرش ده انا حطاه وحاطه فوقيه الازاز بتاعي اهو. خلاص ده الازاز انا حطاه فوق المفرش. طب ليه انا حطاه ما دام انا لسه هحط مفرش من فوق قطيفه؟ طب ليه انا حاطه المفرش ده هحط مفرشين فوق بعض؟ انا بحب اعمل كده. ولو انتي برضو تحبي تعملي كده والفكره عجبتك اعمليها، وانا بنصحك شيك وحلوه وما فيهاش اي شيء. اولا المفرش متطرز زي ما انتوا شايفين، فاكيد من الجوانب بتاعته اللي هتبقى نازله هتبقى شيك وجميله جدا ولايقه مع العفش ولايقه مع السجاد بتاعي ولايقه مع كل حاجه. فانا بعمل ايه بقى؟ بسيب المفرش ده بغسله طبعا كل فتره، يعني مش فتره كبيره، يعني كل ما احس اللي هو يعني بقاش نظيف او كده اروح شايلاه. جايبه المساعده بتاعتي اللي بتيجي تساعدني كل شهر بتشيله معايا، ونسند الازاز واشيل المفرش واغسله. ولما بتجيلي يعني ببعتها او بتصل بيها تجيلي، بتيجي برضو افرش المفرش ونحط الازاز تاني. طيب انا ليه حطاه وهحط ليه المفرش اللي فوقيه؟ لما بيكون هناكل على السفرة بشيل المفرش اللي فوق وكل الحاجات اللي على السفرة وناكل بالطريقة ديت على الازاز وعلى كل حاجة زي ما انتوا هي دي ترابيزة الاكل بالشكل ده. طيب لما انا مثلا ما فيش وقت اكل او افرض مثلا ما كناش على السفرة النهاردة او كلام من ده، بفرد بعد ما نخلص انضف الازاز بتاعي كويس جدا واصبنه كويس اخليه زي الفل عشان ما بوظليش المفرش اللي هيبقى فوقيه، واروح فرشه المفرش بتاعي التاني اللي انا ممكن يبقى شبه او لون الستاير بتاعتي. خلاص. طيب انا دلوقتي كده هحاول افرش المفرش بتاعي واحط عليه الانتيكات او الفازات او ايا كان اللي انا بحطه على السفره بتاعتي، عشان اروح بقى انضف التسريح الاسفه. في ناس بيقولوا عليه دلسوار او بوفيه او ايا كان. هروح انضفه. اولا انا برضو هنا عامله فكره كويسه. الرخامه بتاعت البوفيه هي لونها اخضر هندي. انا بعشق اي رخامه عندي في البيت بحب اخليه اخضر هندي. طبعا غير المطبخ طبعا ده الاخضر الهندي مش يعني مش قيمته اللي هو يتحط في مطبخ. المهم بعمل ايه بقى انا حاطه المفرش دوت عشان يليق برضو مع اني المفروض رخامه ما تدراش بمفرش، بس انا حابه كده عادي يعني. محدش يعني انا حابه كده مش عارفه ليه حابه كده. انا برضو جايبه مفرش تاني هنا جميل قوي حلو بتاع البوفيه، مصمم من البوفيهات وكده. بحطه برضو هنا وبحط حاجتي عليه. طيب هنضف بقى هنضف البوفيه لان كل الحاجات اللي على البوفيه هجيبها هلمعها واظبطها واجيبها هنا على السفره، وبعدين انضف البوفيه بتاعي وبعدين ارجع الحاجات تاني عليه. انا ازاي هنا بنضف البوفيه بتاعي؟ برضو بجيب كده البليد وارش كده هو بالطريقه ديت والمع بقى بالفوطه دي لان ده عادي وسهل اللي انا المع بيها. وطبعا الفرق واضح جدا جدا لما بيترش البليدج ويتلمع بالطريقه دي.
طبعا انا هنزل امسح من تحت يعني، بس عشان الكاميرا. تمام كده. قلت لكم النهارده الجمعه. انا كده ايه، خلصت تنظيف كل الاخشاب بتاعتي اللي في السفره. اولع بقى المبخره. تمام كده، بحيث اللي وانا بنضف بقى وبكنس احس ايه بانتعاش كده، او باللي انا انجزت شيء وريحه بيتي حلوه، واللي انا مبسوطه باللي انا بعمله حاليا. خلاص، دي علب البخور بتاعتي، بس بحب احطها ايه جنبي هنا حسب هي المبخره لسه ما سخنتش قوي. انا كده غطيت المبخره خلاص. هسيبها بقى ايه تبخر لي الدنيا ويبقى شكلها حلو، اسفه، يبقى ريحتها حلوه وجميله. يلا بقى مع بعض نشوف سوري اللي انا بتحرك بالكاميرا، بتحرك عشان اوريكم يعني. ماشي، يعني انا بلف بيكم الشقه، عشان كده صراحه الموضوع ببقى متضايقه جدا وانا بنضف وانتوا معايا، بحس ان انا بتعبكم كده وانتوا بتتفرجوا عليا. انا اسفه. كده انا خلصت ترتيب السفره بتاعتي خلاص. طبعا انا هشيل البليد يعني مش هسيبه. كده خلصت ترتيب السفره بتاعتي خلاص، واللي انا الحاجات اللي بحب احطها عليها انا شايله طبعا المشايات الصغيره اللي انا بحطها في الاماكن الفاضيه علشان الدنيا برد. بصوا بقى، عايزه اوريكم حاجه مهمه. شايفين الشمع لما وقع على المفرش كده؟ المفرش بتاعي باظ وانا حزينه جدا وبعاتب نفسي، بعاتب نفسي ومتضايقه من نفسي جدا. اللي انا اهملت، الاهمالي وصلني لان انا ممكن ابوظ حاجه غاليه عليا. انا بحب اجيب حاجتي غاليه فلازم أنا احافظ عليها. لو انا ما اقدرش احافظ عليها المفروض ما اجيبش حاجه غاليه. بس فدلوقتي بقى هي هبتدي ايه بقى، ايه، نضفت كل حاجتي اللي هناك، حتى اسمه ايه، النيش برضو نضفته خلاص. تمام كده خلصت. بحاول اروح لكم بعيد وخلصت بتاع البوفيه دوت، والسماعات بتاعتي والحاجه برضو مسحتها طبعا ونضفتها. فاضل ايه بقى؟ انا بطلع لكم على الجزء التاني. فاضل ايه دلوقتي؟ فاضل اللي انا اكنس الريسبشن، اكنس الارض خلاص. وبجيب الشرشوبة بالمية وامسح كل الاماكن الفاضية. في كرسي هناك حط عليه المشات، ده لسه ما عملتوش بس هاخد المشات من عليه وارش برضو من البليج وامسح بيه وانضف. وعملت النيش بتاعي برضو خليته زي الفل خلاص. والشوفنيره من تحت وكل حاجه عندي، كل حاجه حتى الحصان اللي هناك. خلاص يا بنات، عشان احنا كده طولنا الفيديو قوي. هكنس بقى بس عشان صوت المكنسه برضو هكنس واحط مشياتي وامسح الارض وارجع لكم. كده يا حبايبي انا خلصت كنسل حجره السفره بتاعتي. فاضل اللي انا جبت الشرشوبه والجردل وهمسح. همسح بايه؟ همسح بدوت. ده بحط منه، ده ديتول بريحة الصنوبر، بحبه بحبه بحبه. في كل حاجة عندي في البيت بستعمله، في حمام بستعمل، في تنظيف الأرض طبعا بستعمله، هو نمبر 1. يعني بحب استعمله جدا الديتول. بس انا كنتش بحب ريحة الديتول الآلية بتاعته اللي هو اللون البني ده، ريحته تقيلة يعني. فجبت غيرت بقى، بس الكلام ده طبعا من زمان مش من دلوقتي. فغيرت وجبت اول ما الديتول اللي طلع بالروائح ده، استعملته من ساعتها وانا مش قادرة استغنى عنه. هو بالصنوبر 4 في 1 متعدد الاغراض. طبعا انا يمكن قبل كده قلت لكم عليه. باخد منه بملي حبة مية، اوف، وابلة كده، وبحطه ايه في الجردل بتاعي في المية اللي انا بمسحها. بس ما زودش الميه طبعا، انا مش حاطه حبه ميه كتير، انا حاطه حبه ميه صغيره اللي هو يا دوبك همسح الحتت العريانه او اشيل الحروف كده وامسح. طبعا شقتي زي الفل الحمد لله. انا قلت لكم بنضفها تنظيف شهري، دوت اللي هو بعمله انا يعني، مش بشيل واحط بس، ولكن برضو لازم أنا احافظ على نظافه المكان. يلا دلوقتي بقى انا همسح وبعدين افرش المكان بتاعي. كده حبايب قلبي انا خلصت.
طبعا انا لسه ما فطرتش والله، فتعبت، فاشتغلت على طول علشان لما يقوموا يلاقوا الدنيا نظيفة كده. انا خلصت حجرة السفرة بتاعتي ولمعتها ونضفتها خلاص تمام كده، ونزلت الستاير بتاعتي وقفلت البلكونة عشان التراب ما يدخلش. حضرت السفرة بتاعتي، عملتها، نضفت النيش بتاعي، نضفت الكرسي بتاعي، خلصت نضفت هنا طبعا ولمعت، ونضفت هنا ولمعت. وطبعا بقيت ال ال الريسبشن بتاعي من جوه نضيف. فاضل بقى ايه؟ بقيت الريسبشن تاني فاضل برضو يتنضف ويتلمع، بس ان شاء الله اعمله لكم طبعا في فيديو تاني لان ده طويل جدا جدا جدا. وهو دوت ان شاء الله هعمله معاكم في فيديو تاني. يا رب تكون الفيديو عجبكم. انا عامله كل تنظيف الشقه قبل كده، مخلصه يعني كل حاجه عندي في الشقه، روقتها ونضفتها معاكم وقلت لكم رايي وبطريقتي ازاي السهله. يا رب تروحوا تشوفوا فيديوهاتي التانية وتشتركوا في القناة. وانتوا بتشتركوا في القناة جنب كلمة اشتراك تحت الفيديو في مربع احمر مكتوب عليه الاشتراك، تشتركوا تدوسي عليها، وبعدين جنبيها جرس لازم تدوسي عليه وتتأكدي اللي هو دوت عشان تفضلي متواصلة معايا وتشوفي كل جديد بنزله في القناة عندي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع قناة أسرار شيري.